تعالى اقولك ازاي تختاري شريك حياتك وتختاري فيه الصفات ديت. بجد لو لقيتي صفة من الصفات ديت فيه تمسكي بيه جدا. ما تبصيش للمظهر ولا اللبس ولا الستايل ولا الحاجات دي. بس قبل كل حاجة، لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا ياسمين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. اول حاجة كده هو في اختيار شريك الحياة. طبعا زي ما قلت في بداية الفيديو، ما نبصش للمظاهر والشكل وستايل شعره ولبسه والكلام ده خالص. لازم اول حاجة تختاريها في شريك حياتك هي الصلاة. طالما الشخص دوت بيصلي وفي صلة بينه وبين ربنا، يبقى الشخص دوت هيخاف عليكي ويتقي الله فيكي ويحترمك ويقدرك وهيعاملك بما يرضي الله. اول حاجة اختارها في شريك حياتي هو يكون بيصلي، يعني هيخاف عليا ويتقي الله فيا ويعاملني بما يرضي الله وهيحترمني قدام اي حد. تاني حاجة صفة في شريك الحياة، لازم يكون يعني الشخص دوت بر لوالدين، بر لأمه وباباه. طالما هو بر بأمه وأبوه وبيحترمهم وبيتقي الله فيهم، لأنه عارف إن الجنة تحت أقدامهم، هيخاف عليكي ويتقي الله فيكي وهيعاملك بما يرضي الله. كده احنا مش هنخاف من أي حاجة، طالما الشخص فيه الصفتين دولت: بيبر أمه وأبوه وطبعا بيصلي صلاته. طيب، هنقول حاجة كمان: يكون راجل معاكي، يكون ليه شخصية معاكي، يكون يقدر يحميكي ويخاف عليكي ويقدرك ويحترمك. يكون راجل معايا ازاي؟ يعني راجل، يعني مثلا اكون ماشية معاه يقدر يحميني من اي حاجة حصلت لي، اي مشكلة محتاجاه في اي حاجة تلاقيه واقف جنبي وفي ظهري وفي سندي كده هو، ويقدر يحل لي مشكلتي. طبعا يعني اكيد انت هتنبسطي من حاجه زي كده لما تلاقيها في شريك الحياه. تمام. بس برضو يا جماعه انا بقول صفات شريك الحياه وانت برضو تكون نفس الصفات ديت. تمام. يعني انا اكون بصلي، اكون بره امي وابويا، وطبعا اكون ست وادي المسؤوليه واخاف على بيتي واقدر ان انا ابني بيت وابني اسره يعني وابني اسره مسلمه كده هو، فيها حب وفيها ود وفيها تعاون. طبعا هتلاقي الحياه جميله جدا وما فيهاش اي حاجه وحشه خالص. طبعا لازم يكون يحبني لشخصي، يحبني بكل صفاتي، وحشه حلوه تخينة رفيعة، يحبني بكل صفاتي، مش يقلل مني ويقول لي مثلا هو في اول الجواز فرح بيا ومبسوط بيا، طبعا بعد الجواز مثلا انت تخينة يقلل منك ومن شخصيتك ويحبطك. طبعا لا، انت واخدني على كده، تحبني على كده، فدوت يعني ايه. من البداية هو متمسك بيا وعارفني انا شخصيتي ايه، فهو اختارني. فبعد كده ما تقدرش تغير اختيارك فيا، لان احنا مثلا ايه، بنينا مع بعض وابتدينا مع بعض. طبعا طبعا قلنا يحبك ويحبك بكل شكلك. يستحملك وقت عصبيتك، يستحملك وقت نرفزتك، يكون واقف جنبك في ظهرك، في مشكلة، في حزن، في فرح. تمام. وطبعا يقدرك قدام اهله وقدام، لو انت زعلانه انت وهو هيقدرك قدام اهله وما يشتكيش، ما يكونش شكاي، ما يشتكيش، يقدرك ويحبك ويخاف عليكي قدامهم. ولو احنا زعلانين مع، يعني عايزه اعودك على حاجه: ان انت لما تيجي تختاري شريك حياتك تقولي له لما اكون زعلانه انا وانت، الزعل ده بيتنا، اول ما ننزل من بيتنا مفيش اي حاجه بينا. وطبعا يحترمك ويقدرك قدام اهله، وانت كذلك الامر تحترميه وتقدريه قدام اهله حتى لو انت زعلانه منه. تمام. وطبعا لازم يا جماعه نخاف على بعضينا ونتقي الله ببعضينا علشان نقدر نبني اسره مسلمه ونقدر نبني حياه جميله، وما يبقاش فيها مشاكل، ما يبقاش فيها طلاق، ما يبقاش فيها تدخل الاهل. الحاجات دي بجد بتنهي العلاقات وبتكبر المشكله. فاحنا لازم انت حاولي تبقي قد المسؤوليه وتقدري ان انت تحلي مشكلتك وتقفي قدامها. لازم تكوني قديرة في كل حاجة ان انت تقدري يعني في اختيار شريك حياتك، وانت كمان نفس الصفات اللي احنا بنختارها في شريك الحياة انت برضو يكون فيك الصفات ديت. بجد لازم نبني حياة كويسة، لازم يعني يبقى في حب وود بينا. لازم اول ما نخش بيتنا كده يبقى في اسس وقواعد نمشي عليها
انا بحب كذا، انا ما بحبش كذا، علشان نقدر نبني حياة كريمة وحياة جميلة وما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي تعقدات، ما فيهاش اي حاجة وحشة جدا. بجد يا رب يعني تستفادوا من الفيديو بتاعي، ويا رب يكون الكلام بتاعي عجبكم، ويا رب يعني قدرت ان انا افيدكم بحاجة آه يعني تقدروا يعني تختاروا بيها شريك الحياة. ودي صفات بسيطة جدا جدا، ولسه الكلام كتير بإذن الله مع بعضينا. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وانتظروا الفيديوهات كتير جدا هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.